رمضان 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 يا السلام عليكم. خلال نهار رمضان يشعر أغلبنا بالجوع والعطش، ويعود ذلك إلى نوعية الأكل الذي نتناوله، كونه يؤثر على عملية الهضم وطريقة تخزين الطاقة والمياه وبقائهما في الجسم لمدة أطول. لذلك لابد من معرفة الطرق الغذائية والأساليب التي تبعد العطش وتكبح الجوع ريثما يضرب المدفع ويبدأ الإفطار. الخطوة الأولى: الفكرة ببساطة، لا تدخل الحمام حتى لا تجوع ولا تعطش.